حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش الشير واللايك والكومنت، واللي محتاج قراءه خاصه بيتواصل معايا على رقم الواتساب اللي موجود قدامكم على الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض قراءه، هنشوف هل حبيبك المبتعد خد قرار نهائي في علاقتكم. هنشوف مع بعض ايه هو القرار، ولو ما خدش قرار نهائي هل هو عايش في صراع بسببك ولا الامور مستقره وعاديه جدا مفيش اي مشكله. تمام. طيب هنبتدي مع بعض كده. بسم الله. بسم الله. طيب مبدئيا الشخص ده يعني مشغول جدا 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 الفترة دي بكلام الناس، او مركز قوي مع كلام الناس ليه او عليه. تمام. يعني زي ما يكون الفترة دي كده عايز يكون محط للإعجاب، عايز دايما يكون جذاب للناس اللي حواليه، عايز الناس تتكلم عليه كويس، فارق جدا معاه كلام الناس وبسطة الناس ليه. يعني معرفش، شايفة ان ردود أفعاله شوية مش طبيعية. ان هو مركز قوي ان اهم حاجة ايه هو الكلام اللي بيتقال عليه من القريب والبعيد، ده يمكن اكتر حاجة شغلاه او اكتر حاجة مركز فيها الفترة دي. بس برضو برغم ده هو برضو بيدور على الاستقرار. تمام. يعني لو انتوا مش مرتبطين فهو عايز يكون اسرة، لو انتوا مبتعدين ممكن يكون بنسبة كبيرة عايز يعمل اعادة لم شمل الاسرة مرة تانية. تمام. طيب شايفة برضو ان في طرف ثالث او في حد متدخل في العلاقة ما بينك وما بينه، او في ناس متدخلة في العلاقة ومأثرين قوي على ارادته ومأثرين قوي على قراراته في العلاقة اللي ما بينك وما بينه. بنسبة كبيرة يعني هو قراراته مش من دماغه، او يعني تصرفاته او ردود افعاله يعني في حد متدخل فيها. تمام. طيب هنشوف طاقتك انت. طيب انا شايفة ان انت عندك مشاعر للشخص ده، مشاعر قوية، بتحبه، بتحب تقرب منه، بتحب تسمع منه كلام حلو. ايا كان نوع العلاقة اللي ما بينك وما بينه، في يعني حب كده متبادل ما بينك وما بينه. شايفة برضو ان انت مش انت بس اللي بتحبه، او مش انت بس اللي عندك الرغبة دي، او مش ده بس احساسك، لا هو كمان. شايفة ان كل واحد منكم شايل حاجة حلوة للتاني، في انجذاب وفي حب وفي مشاعر وانت شايفه ان هو شخص مناسب جدا بالنسبة لك. تمام. وحتى لو هو بعيد عنك، او حتى لو في مشكلة انت منتظر ان هو يبعد. تمام. لو متخاصمين مستني ان انتوا تتواصلوا، مستني ان انت تتكلموا. تمام. بتركز جدا جدا في كل كلمة هو بيقولها، كل كلمة هو بيقولها انت بتاخدها في عين الاعتبار، بتركز فيها قوي. طول الوقت بتقعد تحلل وتفكر، طب يا ترى هو كان قصده ايه بالكلام ده، كان بيقول كده ليه. تمام. عقلكم شغال طول الوقت، او الشخص ده شغال لكم عقلكم 24 ساعة، بيخليكم ان انتوا طول الوقت بتفكر فيه. تمام. بيخليك طول الوقت ان انت تلف حوالين نفسك. تمام. طيب شايفة برضو شوية ان انت عندك طاقة غيرة، ممكن تكون بتغير عليه بطريقة اوفر، والغيرة دي ممكن تكون بتوصلك لشك شوية. وكمان هو علشان كمان مش بيعرف يريحك، يعني هو من النوع اللي مش بيعرف يريحك، متعب قوي بالنسبة لك. تمام. يعني ممكن لما بتيجي تسأله، او ممكن بتبقى عايز تعرف منه حاجة، بيهرب من اسئلتك. بيحس شوية ان انت ضاغط عليه، فبيحاول ان هو يعني ايه ما يديلكش اجابة، بيحاول ان هو يهرب منك. فده بيخليك ان انت طول الوقت في طاقة شك. تمام. طيب طول الوقت انت منتظر منه حاجة، مستني منه حاجة، بس في نفس الوقت انت مش عايزها تيجي منك، مش عايز تقول له اعمل كذا وكذا وكذا، مش عايز تطلبها منه. تمام. حتى لو هي خطوة انت منتظرها منه، مش عايز تطلبها منه، مش عايز تقول له اعمل لي حاجة، انت مستني الخطوات منه. طيب شايفة ان انت شوية عندك مخاوف، خايف من حاجات كتيرة جدا في العلاقة دي، بسبب ان الشخص ده كمان شوية غامض. تمام. فطول الوقت محيرك، طول الوقت مشتتك، طول الوقت شاغلك دماغك، طول الوقت مخليك مش مرتاح. الابراج اللي ظاهرة قدامي: القوس، الجدي، العقرب، الثور، وكمان الاسد. طيب هنشوف مع بعض هل الشخص ده بقى في صراع بسببك ولا لا.
تمام. طيب، صوت العقل بيقول ان العلاقة دي فيها ايجابيات كتيرة جدا، تمام، وفي اعجاب وفي انجذاب من ناحيته ليك، تمام. عنده رغبة قوية جدا ناحيتك، وبيحب يتواصل معاك، وبيحب يقرب منك، بس في نفس الوقت بيمنع نفسه عنك، او بيمنع نفسه من ده، بيمنع نفسه ان هو يقرب منك، تمام. لان هو، بص هقولك على حاجة، هو ما بينه وما بين نفسه عارف ان انت شخص عندك اهداف، عارف خطواتك، عارف ان انت شخص يعني منظم، محدد اهدافك، محدد خطواتك، رغباتك. انت بتحب الوضوح، هو شوية بيلف ويدور. هو بقى حياته يعني يوم طالع ويوم نازل، عشوائي جدا، مش محدد، مش مرتب، مش منظم. فهو عارف ان يعني ان دي نقطة سلبية فيه ونقطة ايجابية بالنسبة لك، تمام. هو شايف ان دي ميزة فيك وعيب فيه، تمام. زي ما قلت لك برضو، موضوع الغيرة، هو شايف ان انت شخص غيور، وفي نفس الوقت هو عارف ان انت شخص لماح. بتحب جدا تركز في التفاصيل، وبتحب قوي تدقق في كل حاجة، وبتحب قوي تعرف كل حاجة، تمام. وهو خلي بالك لما برضو بيحس ان انت مركز معاه قوي، او بتشك او بتغير، دي حاجة بتضايقه، تمام. لان هو بيشوفك ان انت كده ضاغط عليه وضاغط على اعصابه، تمام. لان انت زي ما قلت لك شخص بتحب قوي تركز في التفاصيل، دايما طول الوقت عايز تتكلم، عايز تتناقش، وهو ما عندوش قدرة للكلام ده، ما عندوش لا قدرة ولا اعصاب للكلام ده، مش عايز يتكلم. انت ممكن تكون عايز تتكلم كتير، عايز تعرف كل حاجة، تناقش في كل حاجة، فده بيخليه ان هو يهرب، تمام. بيخليه ان هو يعني يحاول ان هو يتجنبك بكل الطرق، تمام. لان هو الفترة دي لا عايز يبرر، ولا عايز يدافع عن نفسه، ولا عايز يتكلم. فشايف ان انت بتلف في دايرة مش بتخرج منها، انت طول الوقت بتحاول ان انت تعرف حاجات، وهو مش عايز يوصل لك، او مش عايز يريحك بمعنى اصح، تمام. طيب، شايفه ان هو كمان بيغير عليك، يعني شايفه ان الغيره دي متبادله، بس هو غيرته عليك مش زي غيرتك عليه، انت غيرتك عليه اوفر، هو غيرته عليك معقوله، تمام. بس طول الوقت يعني غيرته عليك، لو في شك بيشك، لو في غيرة بيغير، لكن مش طول الوقت، مش في المطلق بيغير وبيشك، تمام. طيب، هو منجذب ليك جدا ومشدود ليك جدا، بس في نفس الوقت مش متحمل الاحتكاك الكتير، ما عندوش صبر للكلام واللوم والعتاب والمشاكل والحوارات دي كلها. طيب، هنشوف بقى هل هو بيعيش صراع ولا لأ. طيب، اوكي. طيب، طبعا الشخص ده بيعيش في صراع، لان الشخص ده بيحبك جدا، قلبه مسلم ليك بنسبة كبيرة، وانت الحب الاهم في حياته. بيحس بمشاعر، بيحس برومانسية ناحيتك، بيحبك من غير شروط. وخلي بالك البعد ما بينك وما بينه مش مؤثر على مشاعره خالص، حبك ثابت جدا في قلبه، مش بيفكر في غيرك. انت بالنسبة له لا تقارن بحد، حتى لو عنده علاقة تانية، او حتى لو في حد في حياته. بيحبك حب كبير جدا، ما بيتأثرش بالبعد ولا بيتأثر بالكلام. وهو كمان يعني عارف ومتأكد ان مشاعره ليك مش ممكن ان هي تتغير مهما حصل، ومهما بعدته، ومهما كان في اطراف، ومهما كان في تدخلات، تمام. يمكن اوقات يعني قلبه بيخليه ان هو يقرب، وعقله بيخليه ان هو يهرب، بس في نفس الوقت هو عنده مشاعر قوية جدا ليك، تمام. طيب، هنشوف قراره بقى النهائي، هل اخد قرار نهائي ولا لا. طيب، للأسف الشخص ده شوية عنده مشكلة، مش بيعرف ياخد قرار، تمام. يعني هو مش بيعرف ياخد قرار وينفذه، لا قرار سلبي ولا إيجابي، تمام. يعني لأن دايما كمان قراراته متعلقة بالظروف، تمام. او متعلقه بناس حواليه، لان زي ما قلت لك في الاول في تدخلات، تمام. فهو طول الوقت شايف ان القرار مش قرار لوحده، تمام. قرار وجوده في حياتك متعلق بناس تانية او بحاجات تانية في حياته، تمام. هو بيحبك حب كبير، لكن عنده امور تانية معقدة جدا. فما عندوش الفترة دي خالص رفاهية اتخاذ القرار، فهو يعني لسه ما اخدش قرار، يعني ما اخدش قرار نهائي
رغم حبه ليك ورغم مشاعره القويه، بس هو لسه ما خدش قرار نهائي. لا يعني اللي عايز يبعد لا خد قرار بالبعد ولا خد قرار بالقرب. تمام. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو. باي باي.